صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من المشجع اف ام. النهارده يوم الحسم في الدوري المصري. النهارده الجوله الاخيره من دوري نايل. الزمالك في مواجهه سيراميكا، الاهلي في مواجهه المصري، وبيراميدز في مواجهه سموحه. 3 مباريات هيحددوا لنا مين هيروح دوري الابطال ومين هيروح كونفدراليه، والاهم مين هيتوج ببطوله الدوري. الموقف الحالي الزمالك هو المتصدر، هو اللي في مقدمة السباق، وهو الأمور في إيديه بنسبة 100%. بيراميدز يترقب سقوط الزمالك، وكذلك الأهلي يترقب سقوط الزمالك. الزمالك في السيناريو الواقعي يكفيه التعادل للتتويج بالدوري، حتى لو بيراميدز كسب سموحة وده الأقرب إن هو يحصل، حتى لو الأهلي كسب المصري وده وارد جدا إن هو يحصل. في الحالة دي السيناريو الواقعي بيقول تعادل الزمالك أو فوزه على سيراميكا، الزمالك بطلا للدوري المصري. بيراميدز ينتظر الفرصة، ينتظر انه سيراميكا يقدم له هدية على طبق من ذهب، يكسب الزمالك. طب ايه اللي يحصل لو سيراميكا عملها وعلي ماهر النهارده عملها وكسب الزمالك؟ بيراميدز يفوز على سموحة فيبقى هو الأول ويتفوق بفارق نقطة. بعديه الأهلي لو كسب المصري فيبقى بيراميدز بطلا للدوري، الأهلي إلى دوري الأبطال، والزمالك إلى الكونفدرالية. الحقيقة إن السيناريو ده هو سيناريو الكابوس بالنسبة للزملكاوية. انت النهارده تبقى متصدر الدوري من ساعه ما بدانا تقريبا الجروب السبعه الكبار او المرحله الثانيه من بطوله الدوري، انت متصدر، ومن قبلها حتى ب4 5 اسابيع انت متصدر. من لحظات سقوط سيراميكا من على قمه الدوري، الزمالك هو اللي طلع وركب مكانه وهو اللي اتصدر. فتخيل تبقى متصدر لمده 10 اسابيع او 12 اسبوع على التوالي، وتيجي مش بس تسقط وتفقد اللقب، لا ده انت تسقط وتفقد اللقب وتفقد فرصه التاهل لدوري الابطال وتروح كونفدراليه تاني. طيب هل هذا سيناريو واقعي؟ هذا السيناريو هو بإيد سيراميكا. سيراميكا هو اللي يقدر يقول لنا هل السيناريو ده واقعي ولا لا، انه يقدر يكسب الزمالك ولا لا. سموحة وبيراميدز المباراة يعني واضح، رغم ان سموحة على فكرة عطل بيراميدز في الدور الاول، ولكن في النهاية بيراميدز عنده من الدوافع في اللحظة الحالية ان دي برضو فرصة مش هتتكرر تاني، ان يبقى هو بطل الدوري. سنة الاهلي يكون فيها بهذا السوء، وسنة يكون الزمالك فيها بيترنح في الاسابيع الاخيره، فالفرصه دي مش هتيجي تاني. فانا اعتقد ان فوز بيراميدز على سموحه هي مساله وقت، ولكن هل سيراميكا بقى يقدم الهديه لبيراميدز ولا لا، ده اللي احنا هنشوفه. طب السيناريو الثالث هو سيناريو الاحلام بالنسبه للاهلي، واعتقد انه سيناريو بعيد تماما عن الواقع. الاهلي يكسب المصري وده وارد ان هو يحصل، وبعدين سيراميكا يكسب الزمالك، وفي نفس الوقت سموحه يتعادل او يكسب بيراميدز. فالاهلي مش بس محتاج ان هو يكسب، ده محتاج انه الفرقتين التانيين اللي بيلعبوا الزمالك وبيراميدز ان هم يحققوا نتائج ايجابيه. والحقيقه ان السيناريو ده انا بشوف ان هو سيناريو ضعيف جدا جدا جدا. فما بين بقى السيناريو الواقعي بتاع الزمالك انه الزمالك يتوج ببطوله الدوري وبيراميدز الى الابطال والاهلي الى الكونفدراليه، ما بين سيناريو الفرصه اللي بيراميدز بينتظرها انه بيراميدز يكسب والزمالك يخسر فيبقى بيراميدز بطل الدوري والاهلي في المركز الثاني والزمالك في الكونفدراليه، وما بين بقى سيناريو الاحلام بتاع الاهلي. اعتقد ان الامور بايد الزمالك. الزمالك تكسب او تتعادل خدت الدوري، فانت في ايدك 90% من الفرص، وال10% التانيين هي ما بين بيراميدز والاهلي، وان كان بيراميدز ليه اكتر من 8 من 10 بالنسبه للفرصه بتاعته. الاهلي فرصته لا تتجاوز ال2 او ال3%. ده من وجهه نظري. اكتبوا لي في التعليقات انتوا شايفين السيناريو بتاع النهارده ممكن يمشي ازاي. هل السيناريو الواقعي هو اللي هيتحقق والزمالك يبقى هو بطل للدوري النهارده، ولا سيناريو بيراميدز، سيناريو الفرصه والترقب انه سيراميكا يعمل مفاجاه ويكسب وهو يكسب سموحه فبيراميدز يبقى هو بطل الدوري، ولا سيناريو الاحلام بالنسبه للنادي الاهلي؟ اكتبوا لي في التعليقات انتوا مع انهي سيناريو، وادخلوا صوتوا على البول اللي احنا عاملينه وشوفوا مين هو هيكون بطل الدوري النهارده. اشوفكم على خير، سلام.